رجال سوريا هنا بمعنويات تطاول السماء أعلنوا بدء عملية تطهير منطقة صلاح الدين، ونية لا يمكن أن تخفى. أبطال الجيش وكعادتهم بدأوا في الانتشار في المنطقة المراد تطهيرها، وهي منطقة صلاح الدين. بإذن الله تعالى كلياتنا مشروع شهادي فداء الوطن. معنوياتنا قوية بارتفاع للأخير. نحن عشاق الشهادة، خلقنا بالمشاريع للشهادة. كلنا مشاريع للشهادة. وكالعادة كان القناصون في انتظار أفراد هذا الجيش. أولئك يقولون أننا نفبرك ما نعرض وأننا لسنا موجودين في الصف الأمامي مع الجيش. لكم أصوات القناصات التي تصيب عددا من أبناء هذا الجيش، ولكم أيضا أصوات جيشنا الذي يطهر هذه المنطقة من الإرهاب. وبجهود أبطال الجيش تم إسقاط عدد من القناصين. أنا هون شفته أكدت مطر، طلعت لفوق تحرك بده ينزل لأنه قواتنا قربت. بده ينزل كنت أنا من فوق نزلته. الله حياه! ليتابع الجيش على إثر هذا انتشاره من أجل إتمام مهمته. كان وصول أبطالنا لإنقاذ المدنيين بردا وسلاما على قلوب أهالي تلك المنطقة. ما في شيء يعني، ما في شيء، ما في شيء. لا يا خالتي، لا يا خالتي، لا تفضل. ريحي حالك خلي للأداء. الله يستركم عليكم بجاه النبي. الله يستركم عليكم. حيث خربوا البلد، والله تخرب البيوت لرمانا ونحن ما نزل. اكتفينا كفريق إعلامي مرافق للجيش العربي السوري بهذا القدر، وعدنا أدراجنا مارين عبر الكثير من المخاطر التي كنا على ثقة كما كافة السوريين بأن الجيش العربي السوري سيتمكن من تطهيرها قريبا، على أن نواكب كافة عمليات التطهير في الأيام القادمة.